ووصل جلال ووجدي لبيت نادية. أهلا يا جلال، إزيك يا حبيبي؟ اهلا يا نادية، ازيك؟ اعرفك على اخويا وجدي الكاتب العظيم. أهلا وسهلا يا أستاذ وجدي. اهلا اهلا بيكي. معلش يا حبيبتي، استأذن، انا عندي حاجة مهمة. طيب يا حبيبي، اتفضل يا أستاذ وجدي. كلمني عن جلال، عن كل حاجة من لما كنتوا صغيرين لحد ما كبرتوا. تعرف، أنا بعرفه من زمان بس ما كنتش حاسة بحبي ليه لحد ما وقف معايا موقف راجل شهم. ده أنا بغير عليه من كل السنين اللي عاشها قبل ما أعرفه. كبر في عيني قوي وبقيت مش قادرة أشيله لحظة واحدة من تفكيري. كنا طفلين منفصلين زي الغربة. كان عنده 3 سنين لما ماتت امه وبعتوه يعيش عند اهلها. طفل عنده 3 سنين بدون أب أو أم، محدش يقدر يلومه إنه يكون شخص مستهتر. كمان حسن كان عنده 3 سنين وانا 7 سنين لما ماتت امنا. عمة والدتي هي اللي ربتنا انا وحسن. مسكين أخوك حسن، هو كمان كان صغير قوي. لكن حسن عاش نفس الطفولة اللي عشتها، وعلى العكس مني بقى شخص متدين عايش للناس بس كأنه راهب. بس هو لازم يعيش حياته، مش لازم يضحي بنفسه علشان الناس. لكن حسن اختار حياته كده. عارف يا أستاذ وجدي، أنا بحب جلال قوي، يا رب يقدرني إن أسعده وأرد له جزء من الجميل اللي عمله معايا. بتحبيه؟ طبعا. وهو بيحبك أكيد. أخويا راجل محظوظ جدا. أنا وجلال هنتجوز الصيف الجاي. عن إذنك. في الوقت ده كان جلال رايح يقابل شاهندة للمرة الأولى. العقباوي فين؟ لسه ما جاش. بيجي امتى؟ بالليل، بيجي بالليل. وفين صاحبة الاوتيل؟ الست شاهندة. الست زفتة. جرى ايه يا استاذ، جرى ايه؟ هي فين؟ ما تنطق. انت شاهندة مش كده؟ وانت جلال. شفتي ابويا عمل فيا عملة؟ انا كنت فاكرة انك جاي تشوفني انا. وانت كمان ليا حساب معاكي. اخباركم كلها معانا، ما تتجوزيه وتخلصينا. خديه، احنا مش عايزينه. افكر. اللي مش قادر افهمه انك تتأمري معاه ضدي. انا مش هنقدر نتفاهم وانت محموق كده. تعالى. انا علاقتي بوالدك علاقة شغل بس. انا هروح له النهاردة واخليه يديني حقي. ارجوك بلاش النهاردة، انت عصبي، ولو قابلته بالعصبية دي جايز تسيب البلد وتهرب، وانا مش عايزك تهرب، عايزة اشوفك تاني. تعالى نتكلم شوية. يلا. أما أنا فكنت في بيت بابا ساعة ما وصل وجدي، وكان بابا كالعادة سكران وبيضرب سمير. كان ممكن اقتلك 20 مرة، انا راجل سكير. تقتل ابنك مش كده؟ ياك تقول الكلام ده قدام الناس لقطع لسانك. عايز تقول ان الابن ما يقدرش يقتل ابوه؟ عندك جلال كل يوم قضاه في السجن بتزيد رغبته انه يقتلني. تخيلوا ده اتسجن 3 شهور. مش غريب إن الابن يقتل أبوه. مين بيقول كده؟ الفلسفة. فلسفة؟ الفلاسفة على كده عارفين كل حاجة، وانت كمان عايز تقتلنا يا حبيبي يا حسن. يا بابا انت شكلك شربت كتير. لا سمير، حضر لنا الاكل يا مغفل. جلال جاي على هنا. يجي هنا ليه؟ لأنه يائس منك. اليأس ده شيء طبيعي بالنسبة له،
إذا كان هيجي عشان الفلوس مش هديه مليم واحد. أخوك مش بيحترم الفلوس، عشان كده الفلوس مش بتحترمه. أنا كمان ما احترمش الفلوس. خير ما عملت. الفقر ده شيء مقدس، انت من الخالدين يا ابني. اللي هو في ربنا وحساب يا وجدي. لا مفيش. اللي هو في ربنا وحساب يا حسن. طبعا. لازم يكون في خلود، يعني حاجة قليلة كده من الحياة بعد الموت. ولا في خلود كمان. مفيش نهائيا. مفيش. لكن ممكن في شيء بعد الموت، أي شيء هيكون أفضل من لا شيء. ولا شيء. الخلود ممكن تلاقيه في ربنا. وممكن تثبت لنا الكلام ده. الإيمان مش محتاج إثبات. مفيش رب، لكنهم اخترعوه. والله أنا زعلان عليكم. ليه؟ علشان الرب ملوش وجود؟ لا، لأنكم عايزين تؤمنوا ومش قادرين. معظم الرجال عايزين يؤمنوا بشيء أقوى منه. وإيه اللي هيحصل بعد موتي؟ أنا بصراحة ما أقبلش إن أنتهي كده. عارف يا حسن، أنا عارف إني داخل جهنم من أوسع الأبواب، شامم ريحتها، وأنت هتدخل الجنة. ادعيلي يا حسن. أو شرف سي جلال، أعتقد إنك بتتوقع على نفسك الخلود. في اللحظة دي أتوقع إننا نساوي حسابنا. تمام، انت عليك ليا 14,000 جنيه. انا ابوك ولازم تدفع لي الدين اللي عليك. منين؟ كل اللي بكسبه بدفعه في إيجار البيت والتزاماتي. ممكن تعيش هنا ببلاش. حالا هجهز لك اوضتك يا ابني. ارجع عبده، ده بس كلام مش دعوة. اديني 10,000 جنيه ومش هتشوف خلقتي تاني. شوفش خلقتك تاني؟ والله مكسب كبير. خلاص، روح لنادية خد منها الفلوس. لأ. ليه لا؟ ليه ما اتجوزتوش لحد النهارده؟ دي غنية وذكية جميلة، أهم حاجة إنها غنية. أنا شايف إنك تسلمني حقي في ميراث أمي، ده اللي جابني هنا النهاردة. مش جاي أخد منك نصايح. ارفع عليا قضية. لو اضطريت هعمل كده. سمعتم؟ بيهددني بالمحاكم والقضايا. روح افضحنا وافضح عيلة العقباوي قدام الناس وخلي اسمها في التراب. انت عملت كده فعلا قبل ما نتولد. كفاية بقى انتوا الاتنين. إذا كنت ما يهمكش أبوك فكر في خطيبتك نادية. أنت عايز تشاركها كمان في الفضايح دي. بالظبط، فكر في البنت اللي بتحبك وهتشيل اسمك واسم عيلتنا، أو ربنا يحرمك بالخلفة. لازم يكون في حل حضاري لتسوية الفوضى دي ولو مرة واحدة. حضاري؟ مع الأشكال دي؟ كلم محامي يا بابا. انت عبقري، ده حل معقول جدا. انا اعرف قاضي كويس. هو انت كمان اللي بتختار القاضي؟ مش قاضي يعني، ده رئيس حسن. الأستاذ أبو الفضل، ليه عايز تدخله بينا؟ ومين افضل منه يحل المشكلة دي؟ ده شيخ وكبير البلد ومحايد، لا هو ضد الاغنياء ولا هو ضد الفقراء. انا موافق على اي قرار يقوله ابو الفضل. يا ابني اتجوز البنت الغنية وهتنتهي كل مشاكلك. اسمع نصيحة راجل عجوز مدقدق. ده مش بيحب نادية. حب مش مهم، ده جواز مش رومانسية. ازاي؟ جوازه من واحدة مش بيحبها مهدد بالفشل. اطلع بره الموضوع انت. انت ما تعرفش حاجة، انا عايش في ده كل يوم تقريبا. كل يوم؟ انت شغلتك ايه؟ خراب بيوت؟ انت بتحبها ولا لا؟ اوه، بيتكلم عن الحب تاني. بتحبها؟ اكيد بحبها. امال هتجوزها ليه ولا ايه؟ هي عجبتك ولا؟ رتبوا مقابلة مع الاستاذ ابو الفضل. مع السلامة.